الشغل وقت تصوير تصير فينا هالحالات، خلونا يعني نشوف. حتى مرات اجرب واحنا بصوت عالي. بصوت عالي، حركات بيني وبين نفسي كذي فيلاحظني اللي حوالي. خلونا نشوف سالم من خلال هذه المشاهد ونرجع لكم لحمد العماني. حبي الصادق أكيد لو نبتعد حبنا بيزيد، يا حبي الصادق أكيد لو نبتعد لا حول ولا قوة إلا بالله. والله انا مو فاضي حق هالسوالف. شنو هذا عباله بس قلت له وهو غلطان؟ لا يكون عباله الناس عبيد عندهم ويمشيهم على كيفه وانا ما ادري. مو كسر راسك اذا ابو عاجبك، انت تفهم ولا ما تفهم؟ ثريا؟ اي انا مو ولدك؟ أكيد ولدي عالي من الشارع. خلاص عيل، اعطيني 2 ولا 5 سنين بالكثير. ان ما اصير كبير بالسوق قولي ما هذا هو الباص؟ إيه هذا هو الباص. اذا الصخر انكسر انا ما انكسر. فندي فندي راح. شفت ايش سوى فيني كلاب الشيخ؟ انا حر، انا حر، انا هني مسؤول عن نفسي. حمد، دائما القصص الرومانسية الناس تحب الحب اللي يكون صعب تحقيقه، وانت كانت الشخصية الرجل يعني الفقير اللي صعب جدا ياخذ البنت هذه الجميلة وثرية من عائلة ومعروفة يعني هويتها، وانت يعني هم من شخصيتك كانت صعب جدا انك ترتبط فيها. صح. وايد صعبة يعني. حتى ان الكل يسأل للحين ثريا تزوجت سالم ولا لسه؟ عاد تزوجته ولا لسه؟ هلا أسيل، هلا والله، هلا بهالصوت. اهلين كيفك؟ مساك الله بالخير، سعداء جدا بأدائك. يعني أسيل صراحة أنت أبهرتي المشاهدين. الحمد لله. اول شيء طبعا قاعده اسوق والحين وقفت على جنب علشان لا احد يقول قاعده اخالف او شيء. بس ان انا طبعا كثير حابه اشكركم على هذه الاستضافه البسيطه كذا بالتليفون. وترى عن جد انا انبلشت بسؤال ثريا ليش تزوجت سالم واحنا حاقدين عليكم، ترى مو منا من الكاتب، من الحين اقول. زين انا بس بعرف يعني شنو كان لازمتها انك تقطين نفسك؟ الحب وما يسوي جنون. ثورة الحب. شلون كان حمد في أداءه معك؟ يعني أنت لأول مرة قدام كاميرا دراما ومخرج نفس علي العلي ومعاك يعني حمد يعني ما شاء الله عليه أداءه قوي، ولو انه من الشباب اللي يعني ان شاء الله يعطيه الصحة والعافية ويكمل، لكن أداءه يعني وايد تحسين عنده خبرة وهو ما زال يعني في بدايته. انت شلون لقيتي التعامل معه؟ انا ما اخفي عليكي، اول ما دخلت اللوكيشن كنت كثير خايفة، خصوصا بوجود اسامي كبيرة وصار لها يمكن سنين وخبرة في هذا المجال. لما عرفت ان مشاهدي كمان مع حمد كنت حقول استاذ حمد، بس يعني ما حكبره كثير. بالعمر اكيد، بس هو بالفن اكيد كبير. كنت كثير خايفة، بس حبيت ان الجو العام كان بالتصوير كان امتص القلق، امتص التوتر. حمد لما اكون قباله انسى ان انا اول مرة امثل، انسى اصلا انه انا قاعده امثل، فعلا ادخل جو المود، جو الدور. فانا عن جد اشكر كل ممثل، واشكر طبعا حمد بالاخص لانه هو كانت اكثر المشاهد معاه، انه امتصوا هذا التوتر، وكانت نصيحتهم لي فعلا يعني لما اغلط ينصحوني نصيحه اخ لاخته او العكس. فانا كثير مقدره هذه التجربه، واقدر كمان استاذ علي العلي انه اعطاني هذه الفرصه ان انا ادخل بدور كبير. نعم. يعني ما هو دور كثير بسيط ولا ما حكبر منه لكن كثير، لا وقع. لا وقع بالضبط. حمد، شلون حبيت أسيل عمران قدامك في الأداء؟ أسيل أنا من البداية كنت متخوف إن أول مرة تمثل، أول مسلسل لها، بس لما صورت معاها لا، ما حسستني إن هي أول مسلسل لها، أول مسلسل تمثله. نعم. لا، إن لا عندها تجارب واحساسها ما شاء الله عليها وايد قوي، وايد عليها احساس قوي يعني صار تناغم بينكم؟ اي اكيد. نعم، صار تناغم
ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله. اسيل شكلك وهقته. لا والله لا ردي عليه اسيل، قولي له. تدرين اسيل ما لقى شيء يمدحه فيك. لا والله لا امزح طبعا. طبعا احنا سعداء جدا فيك اسيل، احنا كسبناك في الدراما الخليجيه، يعني فنانه احساس جميل كمطربه، والحين بعد احساس عالي كممثله. الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك دائما منها للاعلى يا رب. ان شاء الله يا رب، وشكرا على هذا حياك الله. المجال البسيط اللي فتحتوا لي اياه، واشكر اكيد كل اللي كانوا العاملين بالمسلسل سواء خلف الكاميرا او قدام الكاميرا. وترى حياك الله بتو الليل نشوفك معانا ان شاء الله في الاستوديو. ان شاء الله ان شاء الله يا رب قريب. حياك الله. وتصب حمد. ردي لي اياها. شايله علي. شكرا اسيل وحياك الله. يا هلا مع السلامه. ايش السالفه؟ ما ادري والله. ما ادري. طلعت انت ايضا خجول في الطبيعه حمد؟ يعني لا يعني مثلا مو خجول يعني ما اعرف اتعامل مع مثلا مع شخص انا ما اعرفه. نعم. كذي. تستحي من الاطراء؟ يعني معجبين معجبات اكثر طبعا. لا بالعكس، لان انا عارف ان مثلا هذول معجبين، اما مثلا اكون قاعد مع شخص ما اعرفه، فمو سالفه اني استحي، ما ادري شو المواضيع اللي بفتحها معاه. ما تاخذ راحتك على طول. ما اخذ راحتي كذي. اي وايد زين. زين انا بسالك عن موضوع وايد مهم صراحه حمد، واحنا قاعدين نفكر ونخطط حق الحلقه صراحه، تدري شنو اكثر شيء كنا خايفين منه؟ شنو؟ تروح عليك نومه. لا على فكره نايم بس ساعه يعني بنفس علشان وراك موعد. الطيارة كان نايم طول فترة سفرتنا من لندن إلى الكويت ومن الكويت إلى لندن. جيت أنا بس بنزل جنطتي من فوق، فطبعا المضيفات الطيران وما شنو كلهم بزاوية وقاعد يصكون البردات، وكنا في الدرجة الأولى أنا ويمكن تقريبا محدودين الأصابع يعني قدام، أوكي؟ فالحين أبي أحد ينزل الجنطة، هو قاعد مسوي والله كذي. أنا قاعدة أطامر أنزل جنطتي بعدين كان اطالع كذي انه يتحرك. حقدت عليه بعدين يعني مضيف الطيران ما شاء الله زين كان استلمته بلندن واستلمته بالكويت، وما زلت اقول له يعني على الاقل يعني ذوقيا قوم سوي نفسك على الاقل تبي تقوم. نايم بعدني ما. لان شنو طول الطياره طول الطريق انا نايم. نعم. بس تهبط الطياره اقوم اقعد منه، فانا للحين مو مصحصح. وفاهم مثلا اللي توها للحين ما وقفت الطياره الناس تقوم توقف تنزل اغراضها. على فكره في سالفه ثانيه في المعهد العالي في المسرحيه توني بقول كان نطق التابوت. شنو هالموضوع؟ يساعد اساسنا يساعدهم كممثلين ومحتاجين، وهذا ما عنده كلام يعني، بس ان احنا زملاء في المعهد نتعاون سنه اولى لسنه رابعه، اوكي؟ فقالوا لا عندنا التابوت وما ادري شنو هذا. لا مسرحيتين هذين بس واحده فيهم اللي نمت في التابوت. لا التابوت هذا يوم المسرح العالمي. انت قول لنا اياها. الهدف ان ايضا انتم زملاء، فنام قويه تسلم وتروح وهو شو مو حاطين لك ميكروفون؟ لا لان مهرجان ما في مايكات وكذي، فهم مسرحيتين مو مسرحيه واحده. يعني الهدف ان انت يعني لحظه يعني نمت مرتين مو مره واحده، ثنتين؟ مرتين اي، بس مره معذور فيها يعني. لا والله ثنتين. يعني مره يوم المسرح العالمي كلموني شباب ربعي يعني مسوي مسرحيه بيوم المسرح العالمي، كلموني قبل العرض بيوم ان ايش رايك تكون ضيف شرف بالمسرحيه وتطلع اخر مشهد بالمسرحيه ومو محطوط بالاعلان، مفاجاه يعني. اوكي. فالمسرحيه عباره عن توابيت مسطره، فكل شوي يطلع منها ممثل وتبدي قصه وكذي. في اخر شيء تابوت انا اطلع منه اخر شيء واخر المسرح محطوط، فانه مو اكون بالكالوس وادش المسرحيه، لا انا موجود من قبل لا يبلش العرض، موجود بالتابوت، فبتم فتره طويله. اي قلت اخذ لي قفوه تعسيله. لا قيلوله لي اكل لان فتره طويله اكل وماي وكذي. اي وطول فتره يعني منسدح، بس اعدل نفسي شوي ابين، فعادل نفسي يعني. كليت شرب دخت طولوا كليت وشربت الحين تنام. لا شعور يا نمت. المصيبه مو كذي، انه في بالتابوت بالتوابيت حاطين في مثل خيوط حق السينوغرافيا كذي، نهايه المسرحيه تطلع وفي مفاجاه يعني بنهايه المسرحيه حركه.
فقاموا يقولون لك يو مره مرتين، انا نايم وقاعد اسمع مره مرتين ثلاث، فاهم اللي قمت مخترع كنا حلم. اي انه قمت بلحق، كسرت التابوت، سحبت الخيوط معاي ورحت وقلت اللي عندي. خلصت المسرحيه. مسرحيه ثانيه بالمعهد، كنت مداوم مو نايم سهره، فكان على العصاري كذي ما ابي ارد البيت لان الشمس للحين ما طاحت ومو نايم، فقلت لين تطيح الشمس شوي ارد البيت. فجتني الله يذكرها بالخير طالبه عمانيه معنا بالمعهد، كانت سنه رابعه، انا كنت بثانيه او ثالثه. فقالت العماني بيك تشارك معاي بمسرحيه بنظريه مشروع تخرجها. نعم. فقلت لها انا مو نايم للحين، ناطر الشمس بتطيح وبرد البيت. يقول لا ترى دورك ميت، ما ارتحت ولا شيء. قلت لها يعني اذا نمت عادي؟ تقول لي ايه عادي. بس خذيت راحتك. ايه العصر والعرض الساعه 9 بالليل. قلت لها زين وريني مكاني من الحين عيال. كان اروح، قالت لي هني، حطيت راسي ونمت. في مشروع قبلها انعرض وخلص، ويو انعرض مشروعها وخلص، والممثلين كلهم قاعد يحيون الجمهور، فجاه اسمع ضحك. طالع ولا الناس كلهم، الممثلين كلهم قاعد يحيون الجمهور، والناس استوعبت ان انا نايم، انا الوحيد اللي بمكاني ما اتحرك. ونايم من العصر والله. الله يهنيك العافيه والله. ان شاء الله. الله يعافيك. الحين عقب ما نخلص لقائنا روح وارتاح. احنا طبعا سعداء جدا بوجودكم معانا، نتمنى لكم كل التوفيق. متعتونا اليوم بالحلقه ومتعتونا طوال 30 حلقه من مسلسل اكون اولى. الله يوفقكم ان شاء الله. الله استاذه باسمه، شنو تقولين حق جمهورك وانت تودعينا؟ اقول لهم عساكم على القوه، وان شاء الله يا رب نلتقي معهم في مسلسلاتنا الجايه ان شاء الله في رمضان. والقادم ترى اجمل ما راح بإذن يرضون الله. الا بافضل. نعم. والله كل دور أقدمه أنا في نظري سواء كان بال30 أو أقل، وهو طالما له هدف لجمهوري سواء سيدات أو أطفال. أنا سعيدة بهذا العمل لأن حتى الأطفال متابعين العمل على فكرة، وما ويتأخرون ساعات بالليل، والأمهات كانوا يحاسبوني عيالنا ما ينامون. انتم ما قلتوا لنا سالفه أو في لا هذه في مشهد إيه. كنا مع عبد العزيز أقول له قال كلمة فأسكته. الحلو أمس كنت في المستشفى زايرة إحدى صديقاتي بنتها والدة، أقول لها مبروك، فياهل طلع علي كذي ورجع مرة ثانية طالع كان يقول لي فأنا هني يعني كنت سعيدة جدا إن حتى طفل ب5 أو 7 سنوات. على فكرة مسلسلنا ما في شيء مخل في الآداب، مسلسلنا كان قيم جدا، كان له هدف سامي، وإن شاء الله يا رب الجاي برضو أفضل، وإن شاء الله أيضا نشوفونا على خشبة المسرح في عمل أيضا يعتبر مفاجأة، وربنا كريم إن شاء قريب. الله إن شاء الله إن شاء الله ان قريب. شاء الله. حمد، شو تقول حق جمهورك اللي وايد اليوم اخبصوني؟ عنده تويتر، عنده فيسبوك، عنده ايميل، عنده اي شيء يا جماعه نبي نتواصل معاه. اول شيء يعطيكم العافيه وشاكر لكم الاستضافه، وان شاء الله اقدم شيء جديد ومفاجاه بلو باقي ليله. موضوع تويتر هذا مشكله حق اكثر الفنانين. وايد في حسابات باسمي بتويتر انا ما لي علاقه فيها نهائيا، يعني انت مو موجود نهائيا، ولا افكر اني اسوي حساب بتويتر، ما حبيته كلش. نعم. فما لي حساب بتويتر حلو، ولا راح افتح ولا فيسبوك. الفيسبوك عندي بروفايل زين. واحد بس، اللي بالفيسبوك الكل يدري ان هذا بروفايلي. زين. اما تويتر لا. نعم. أنا لا فيسبوك ولا تويتر، سمعنا أن مشاكل وايد تويتر توترتي. مو توتر، ليش نفتح على نفسنا باب ممكن في يجينا غنى عنه. مشاكل يعني، لأن سمعت وايد في مشاكل، وايد في ناس تتداخل بناس ثانية خلنا كذي مرتاحين، كافي عندنا البيبي. على العموم والواتساب. نشكركم جدا وحياكم الله، ويا هلا ومرحبا فيكم دائما عندنا بتو الليل، الله نشوفكم يسلمك. دائما على خير يا رب. شكرا لكم شكراً وايد، لكم. شكرا لاستضافتكم. حياكم الله مشاهدينا، نشوفكم بعد الفاصل، عندنا موضوع آخر فخلكم ويانا.